يا سيدي بسم الله. هذا النوعية ما عرفتهاش شنو هي. 5 دراهم يعني 1500 تونسية. والله 100 ريال دابا 100 كيلو 5 دراهم مغربية 1500 تونسية. والله 100 ريال 100 ريال. ثم هنا الشورو. شوف الكعبة كيفاش في طول يدي يعني. 100 ريال. شورو 8 دراهم 2400 تونسية. تخيل والله 100 ريال. وهذه بشحال هذه؟ 140 7 دراهم هذه 2100 تونسية. هذه السردوك نحن نسموها. ضرب من هذا الروج راه مليح. 2100 تونسية تجي مقرونة 100 بالصلصة. ريال باش. تخيل انت 2100 7 دراهم 2100. شوفوا الحوت قداش بلاش. واش 100 ريال. والله 100 ريال. يعني هذه 1500 تونسية وهذه 8 دراهم يعني 2400. شهور 2400 مش فلوس. الكعبة توزن رطل تبارك الله. بلاد الخير بصراحة يعني ما صدقتش على عين المكان مباشرة. نلقي لكم صوت وصورة. والله 100 ريال باش شوية. شنو اللي بغيت؟ زاد حسب لي 3 كيلو ب 20. انا وافي. 3 كيلو حوت ب 20 درهم 6000 يعني كيلو ب 2000 فرنك. في البلاد ما تشوفوهاش هذه. باش 100 ريال. هنا هاو كيما تشاهدوا مع بعضنا روحنا للدار. رجعنا للبيت باش ننظفوا الشورو اللي هو الشرن كيما تقولوا انتوما المغاربة. يا خويا هذايا الحوت. شوفوا تبارك الله. شوف الكعبة الحوت كي تاكلها ديجا تشبع ما عادش تعاود تاكل حتى حاجة أخرى. بارك الله. شوفوا الخيرات السبعة. شوف بارك الله بلاد الخير بصراحة. هنا اللي ما عندوش يعيش على الحوت يزي فيه البركة. اللي ما عندوش عائلة كاملة. تخيل انت عائلة كاملة تقدر تاخذ 3 كيلو كيما هكا. عائلة تكون كبيرة تاخذ 3 كيلو كيما هكا ب 20 درهم 6000 تونسي. فين صارت هذه؟ يعني حتى اللي ما عندوش نحن نقولوا زوالي ما عندوش جملة نهائيا يعيش عائلته على الحوت. وكفى بالله وكيلا. ان شاء الله الشيء هذايا الخير هذا نشوفوه في تونس صراحة. يا ريت نشوفوه في تونس الخيرات هذا. ان شاء الله ربي يعطينا كيما عطانا المغرب. هنيئا لهم ربي سبحانه مد لهم وبسط لهم يديه كل البسط. بارك الله. هنيئا لهم يستاهلوا كل خير. ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم. ان شاء الله كل مره نوريكم حاجه على المغرب نعيشكم الحدث صوت وصوره. اخيرا ما تنساوش المتابعه والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه والى فيديو قادم ان شاء الله.